اسم الكريم. الله الاسم الكريم. حلمي هذاك حلمي، انت دابا السعر ديالو زوجته ياك؟ الصغير ديالي. واخا كيفاش احتملت السم هو الاسم ديالو الحقيقي مراد الصغير ياك؟ هو الصغير هذا هو الاسم ديالو. واخا فوقاش بلغتو بانه مات؟ فوقاش سقطوا الاخبار؟ البارح عاد عرفتو؟ البارح لصقنا الاخبار اللي كان القسم ديال يعني القسم ديال الشرطه، يعني البوليس هما اللي جاو قلبوا علينا. قلبوا على الزوجه ديالي والاخت ديالها وجمعوهم كاملين باش يمشيو للوغ يتعرفوا عليه، القسم ديال الاموات باش يتعرفوا عليه. تعرفوا عليه بسهوله ولا بصعوبه في التعرف؟ كان سهوله ولا صعوبه؟ وسولتهم قال لك شافوا عرفوا يعني في البلاصه. السؤال ديالي حتى راك عارف هذه ماشي شي حاجه اللي بسيطه. يعني اول سؤال تقول لك واش هو، هذا هو السؤال اللي كان قال لك هو صافي. ما اصلا هو انا كيف كان مختفي هذه تقريبا واحد 3 ديال السيمانات ما كاينش عليه الاثار. 3 سيمانات ما عرفتوش؟ 3 سيمانات ما كاينش عليه. يلا هادشي اللي كاين. وشحال هادي باش مات هو؟ اللي قالوا لنا اللي خبرونا به الشرطه هو نهار 11 شهر 11 مع 11 و45 دقيقه المستشفى. جا ما تعرفوش عليه حتى جا بحاله قال لك يرتلع دخل. ومهم في السبيطار البوليس قالوا بالله راه توفى في 12 ونص، يعني دخلنا في 12 شهر. وهذا الطب الشرعي قال لك توفى في 8 الصباح. لا بلاتي غنعاود معك السي حلمي. دابا روايه ديال البوليس على ان هذا السيد جا للسبيطار نهاراش دخل السبيطار فوقاش؟ جا في 11 ياش نوفمبر. 11 نوفمبر. انت سير معايا. 11 نوفمبر دخل السبيطار. واخا زيد تعرفوا عليه؟ عرفوا ديك السيك الاطباء عرفوه؟ ما نعرفوش. هو زعما هو طبيب ولد المدينه ديالو. لا من دخل في 11 اسمح لي جاوبني على انت. مجهول هذا اللي بغيت نقصد لك. تقييد مجهول دخل في 11 و45 دقيقه كشخص مجهول محتاج المساعده. هكا سجلوه مجهول ما عندوش ما عرفوش ما تعرفوش عليه. هو ما كان عنده حتى شي حاجه، ولكن هو معروف وجهه مراد. اي واحد تقول له الطبيب العسكري معروف وجهه. ما عرفوش اخي. حتى انا تنقول لك تنقل لك المعلومات بالتدقيق كيف ما هي. واخا لا اكيد هذا تقول علاش تعطلتوا لدابا، تقول لك حيت الشخص ما عرفناش شكون هو، يعني مقيد باسم مجهول وما عندوش ما حاملش معاه. يعني من دخل للسبيطار ما لقاوش معاه لا بطاقه وطنيه او لا شي بطاقه شي ورقه تثبت الهويه ديالو. ما كاينش لا هاتف في النقال ديالو، ما كاين حتى شي حاجه. ما عنده لا تليفون لا كارت باش خرج. ما لقاو حتى شي حاجه معاه وكان مكرفص في حالته. والهاتف ديالو دابا انتم كاسره ما عارفينش فين هو هاتفه؟ نعم انتم كاسره الهاتف ديالو ما عارفينش فين هو الهاتف ديالو؟ يعني كيفاش ما عارفينش؟ واش الرقم تقصد ولا لا؟ ماشي الرقم، لا الجهاز المحمول. ما فهمتش فين هو. ما حيت اي واحد غيسول. الا سمحتي لي اي واحد غيطرح 2 الاسئله في هذه القضيه. ما يمكنش واحد بحال ناشط يعني حقوقي وفيسبوكي وهذا ضروري التليفون تيكون عنده في الجيب الا خرج. هذه وحده. ثانيا اي واحد كيعرف مراد الصغير الطبيب العسكري معروف وجه مألوف في الفيسبوك. كيفاش ما عرفوش يعني الاطباء والفرامليه وهذا ولا الشرطه؟ سؤال تنطرحه انا بالنسبه لي الا دخل شي قسم طبي 2 ولا 3 ديال الناس يقدروا يتعرفوا عليه. تنظن ما عرفتش انا، هذا التصور ديالي يقدر يكون خاطئ، ولكن انا هذا بالنسبه لي هذا هو التصور ديالي. ما تعرفوش عليه. وانا دابا تنهضروا بالنتيجه ديال هذا الشيء. هو ما تعرفوش عليه في السبيطار. ان شاء الله موك حتى البوليس قال لك ما تعرفوش عليه حتى البارح. البارح عاد تعرفوا عليه حتى البارح. بمعنى اسمح لي الاستاذ. اذا دخل في 11 نوفمبر للسبيطار ولم يتم تحديد هويته ومعرفته الا بعد مرور 19 يوم. هادشي اللي كاين. يعني حتى البارح عاد تم التعرف عليه. كيفاش داروا تعرفوا عليه؟ شو الطريقه كيفاش داروا تعرفوا عليه البارح؟ ما عرفتش صراحه. المهم سولناو على بصمات داكشي قال لك هادشي تتعطل ما تيخرجش سير بلاص. وبقينا نقلبوا ومني ما عرفتش كيفاش عرفوا. المهم الاسم ديالو نقلبوا قال لك بزاف الوحدين اللي عندهم الصغير قلبوا من هنا طاحوا في واحد الاخ ديالو، وهذاك الاخ ديالو هو اللي جابهم عند البقيه.
هو اللي جاب البوليس عند بقيه باش يمشيو يلمعوا مع بعضياتهم. ودابا دفنوه ولا مازال؟ دابا الدفن غادي يكون يعني في العصر ان شاء الله. اليوم في العصر. والله يرحمه. اتفقتوا كاسره الدفين، ما كاين مشكل ما عندكم يعني؟ ما كاينش خلافات في هذه القضيه ولا ما طلبتوش بالتشريع ولا بشي حاجه ولا؟ طلبنا التشريح الميدسان ليجيست قال لك غادي يدخل دابا يدير التشريح وفعلا هادشي اللي قام به. اللي خبرني به شخصيا هو قال لي عنده نزيف حاد. وقع له شي نزيف حاد في المعده. قلت له زعما شنو يقدر يكون السبب ديال هذا الشيء؟ قال لك راه غير اذا كان ضغط يعني داك ستريس لدرجه كبيره راه يقدر يسبب. كان تيعيش بوحدو؟ نعم كيعيش بوحدو؟ كيعيش بوحديتو فعلا. ما عندوش زوجه الوليدات؟ لا ما عندوش زوجه، ما عندوش وليدات، تعيش بوحديتو وهو تيتنقل بزاف. الناس اللي تعرفوا علاش كيتنقل؟ انا ما راك عارف، هو كان تيخدم كطبيب وكان تيخدم حتى على برا. بعض المرات تيجيو هذيك كونطرا على برا، مرات تلقاه خدام في فرنسا واحد السنه ولا سنتين، عاوتاني مرات تلقاه خدام في بلاد اخرى، مره يمكن في اندونيسيا ولا هذا. المهم تيتنقل من دوله لدوله خدام، وكان عضو في ذاك الاطباء بلا حدود. واخا انت كفرد من الاسره ديالو، الا سمحت لي سي حلمي، انت كفرد من الاسره ديالو كان واصلك شي معلومات على كيعيش شي معاناه؟ هاد الاشاره اللي قال لك الكتاب ديال كيعيش ضغط ولا قلق نفسي، واش كانت عنده شي مشاكل؟ اللي عارف انا عليه هو كان باغي، كان عنده شي كونطرا على برا، غادي يمشي يخدم في شي جزيره، في شي اوبيطال في شي جزيره، وما قدرش يوفي بديك الكونطرا ديالو حيت ما خلاوش يخرج منه. كل ما خلاش علاش؟ مالو؟ ما عرفتش صراحه، ما عنديش معلومات، ولكن المهم لا تمنع انه يغادر المغرب؟ ما خلاوش يغادر المغرب. ما خلاوش. عنده منع. شي مواقع، انا براسي اكتشفت هذا الشيء غير من الانترنت. كاين شي مواقع اللي نشروا هذا الشيء ودابا نشروا ان السيد ما خلاوش يغادر التراب الوطني. سولت انا زعما باش نعرف شنو اللي كاين، ما كاينش زعما شي حاجه اللي معروفه. كانوا يعني تعيطوا له، تيسولوا اسئله وتمشي عاوتاني ويعيطوا له في مدينه اخرى يسولوا اسئله ومشي. ما كاينش زعما شي اعتقال ولا شي. كانت عنده كانوا كيستمعوا له في شي مدن مغربيه؟ نعم كانوا كيستمعوا له في شي دوائر امنيه في المغرب في شي بلايص؟ كان عيطوا له على حسب يمشي للناظور، قالوا له عندك شي حاجه في الناظور هذا، ما ابرامو ما كان والو تما. رجع عيطوا له هنايا في طنجه عاوتاني، عيطوا له عاوتاني من بعد في الدار البيضاء، ومشى توجه للدار البيضاء. كان تيمشي تيسولو وتيرجع، ما كان حتى شي مشكل، ما كانش شي اعتقال ولا كان شي حاجه. غير اول مره بعدا كانوا هزوه من سميتو، كان مع الام ديالو في واحد المقهى، وكانوا هزوه من المقهى داو يعني استجواب شي 3 ساعات يمكن هكاك. هو كانت من طنجه داو غير بوحدو، وبقات في القهوه كبيره عندها شي 70 عام هكاك، حتى استطاع يهضر في التليفون مع واحد الاخ ديالو، هو اللي قدر يمشي لديك المقهى باش يهز الام ديالو يديها للدار. واخا سي حلمي، مره اخرى كنجبد لك يعني اصدق عبارات المواساه والتضامن، اسمنا واسم الطاقم وكاع المتتبع. الله يصبركم اخويا، والله يرحمه في هذا النهار السعيد. الله يرحمه. الله يرحمه. حنا هادشي اللي بغينا الناس يترحموا عليه. الله يرحمه. وهاد ما كرهناش شي بحث معمق نفهموا هاد، حيت ما تنسمعوش ديما واحد دخل للسبيطار يعني لا بطاقه وطنيه لا هاتف لا سوارت وما هكا. بغينا نفهموا هذه المساله هذا. كاين شي غموض، كاين شي حاجه. انتم كاسره كتحسوا بشي غموض؟ ما كاينش، ولا اي واحد تعطي هذه المعطيات هذه يقول لك كاين غموض. كل شيء حتى في الشرطه من يعيطوا الناس يتسائلوا حتى هو تيقول لك كيفاش السيد مشى هكا، شنو كاين عنده، ياك ما وقع له، ياك ما عنده شي حاجه، ياك ما حتى هما يتسائلوا. حتى حنا تنسائلوا، غير حنايا عندنا الحق في السؤال، هما عندهم الحق في البحث، خصهم يبحثوا. متفق معك صحيح. لا انتم اسره من حقكم، بس من حقكم كامل الوسائل عندهم كل شيء يبحثوا بحث معمق. هذا الروح هذه. اذا انتم بغيتوا شي بحث معمق في هذا الميل، هادشي اللي كاين. واخا سي حلمي، شكرا لك بزاف والله يصبرك. سلام.